علاش البغله ما كتولدش؟ البغله ما كتولدش اصلا حيت هي بغله، فهمتي؟ ما عندهاش شي حاجه اللي غتولد عليها، حيت بالبغلات كاع ما كيولدوا اصلا، فهمتي؟ وهذا الموضوع ديال البغله صعيب باش يفهموا شي مغربي، حيت اصلا خص شي عروبي اللي يجاوبك على البغله. انا مازال تجاوبني على شي مواضيع اخرى، حيت انا اصلا كنفهم في مواضيع اخرى. ولكن شنو هو السبب اللي خلى ان البغله ما كتولدش؟ السبب اه حيت البغله اصلا عايشه بوحدها. علاش البغله ما كتولدش؟ علاش البغله ما كتولدش. خويا يكون راجلها حمار ولا با حمار، ياك. علاش ما كتولدش؟ هذا هو السبب. شي سبب من غير هذا؟ ولا يكون راجلها ما راجلش، ياك. البغل ما راجلش. علاش البغله ما كتولدش؟ وحده ولاد الحرام. شنو هو السبب؟ سؤال غريب هذا، ما بغاش تدخل لي راسي. عرفت السؤال هذا؟ ما والو. ما بغاش علاش البغله ما كتولدش؟ وفي راسي كان قالك شي رمضان كانت فاطمه الزهراء والرسول صلى الله عليه وسلم غاديين راكبين، وهي راكبه على البغله وهو راكب على تو على عوده ولا ما عرف، وهي تجي حق الدم جات حق الشر، وهي البغله هي توقف مابقاش غتزيد وياه. قال لها با بنتي، قال لها بنتي مالك؟ وقالت له البغله مابقا تزيد وهي صايمه، ويقول لها باها دير شويه التراب فاطري رمضان، ويقول له هي ملي كعاد قدام بوها ودعت على قالت له بغيتك العبر مابقاش كتولد. صمت تما. علاش اخويا البغله ما كتولدش؟ سؤال قاسي شويه هذا، ولكن اخويا انا ما لقيتش على راسي تسمع البغله ما تتولدش، تسمع والدينا جدودنا تيقول بلا البغله ما تتولدش. ولكن شنو هو السبب اللي خلى ما كتولدش البغله؟ السبب اخويا انا ما عارف ولا ما سامع. بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بانت لها البغله ودعات عليها واقيلا. ياك. انا قلت عارف ديالي، انا غير سامع ما متاكدش. يا خويا. ولكن انا تنعرف مني كعقلت انا البغله ما تتولدش. علاش البغله ما كتولدش؟ وحنا من الاول ديالنا انا عارف البغله ما تتولدش. انا ما نعطيكش شي عارف، ما عارفش الصراحه. قال والدينا وجدودنا كانوا يقول لك البغله ما تتولدش، هذا هو العارف ديالي. ايوا كاين شي سبب كيخلي ان البغله ما كتولدش؟ السبب ما نكذبش على خويا، ما عارفش ياك. والله. علاش البغله ما كتولدش؟ علاش البغله ما كتولدش؟ البغله ما كتولدش ربما لانها ماشي من فصيله وحده، من جوج الفواصل مختلفين. لكن البغله ما تولدش حتى البغل ما كيولدش، لانه هو كيكون اما من البغال من حاجه من الحمار والعوده، ولا من العود والحمار، يعني جوج ديال الفصائل ماشي نفس الفصيله. تيكون هذوك الهرمون ديالهم مخربين ما كتولدش. هذا هو اللي كما البغله ما كتولدش، العوده ما سميتو البغل ما كيولدش. كاين عاوتاني كنجيو ولا حتى المجال الطيور، كنلقاو ديك التهجين ديال الطيور. مثلا كتلقى الكنار مع كنقولوا حنايا الحسون كيعطينا واحد سميتو اللي هو الميسو، حتى هو ما كيولدش. تكونوا جوج ديال الفصائل مختلفه.